تستعد القارة السمراء لواحدة من أقوى المباريات في تاريخها الحديث، حيث يصطدم أسود الأطلس بأسود التيرانجا في نهائي حلم يجمع بين القوة البدنية والذكاء التكتيكي. إليك تحليل معمق ومفصل للمنتخب السنغالي، خصم المغرب في الموقعة الختامية. أولاً، من هو المنتخب السنغالي؟ المنتخب السنغالي ليس مجرد فريق عابر، بل هو المشروع الكروي الأنجح في إفريقيا خلال العقد الأخير. تحت قيادة فنية مستقرة لسنوات، بصمة آليو سيسي المستمرة، تحول المنتخب من فريق يعتمد على المهارات الفردية إلى ماكينة كروية منظمة تشبه المنتخبات الأوروبية في انضباطها. تاريخ حديث مرعب. وصلوا لنهائي 2019، خسروا أمام الجزائر، فازوا بلقب 2021 أمام مصر، والآن في نهائي 2025. هذا يعني أن هذا الجيل يمتلك ثقافة الفوز، ولا يرهبه صخب المباريات الكبرى. التصنيف والسمعة. يتبادلون مع المغرب صدارة التصنيف الإفريقي، مما يجعل هذا النهائي مباراة كسر عظم لتحديد من هو زعيم القارة الحقيقي. ثانياً، نقاط القوة. أين تكمن خطورتهم؟ الجدار الدفاعي الفولاذي. بقيادة المخضرم كاليدو كوليبالي، يمتاز الدفاع السنغالي بقدرة فائقة على قراءة اللعب. القوة البدنية للمدافعين تجعل من الصعب جداً على المهاجمين الفوز بالالتحامات الهوائية أو الأرضية، كما أنهم يمتازون بالتغطية العكسية المثالية، مما يغلق الثغرات أمام المهاجمين السراع. وسط ميدان مدمر. يمتلكون خط وسط يجمع بين الشباب مثل لامين كامارا والخبرة مثل باب ماتار سار. هؤلاء اللاعبون يقومون بدور المكنسة التي تقطع الكرات قبل وصولها لمناطق الخطر، ويمتازون بقدرة هائلة على الركض لمسافات طويلة طوال 90 دقيقة دون كلل. السرعة في الأجنحة والتحولات. بمجرد قطع الكرة تتحول السنغال إلى سرعة البرق عبر ساديو ماني وإسماعيل سار. هم لا يحتاجون للاستحواذ الطويل، تمريرة واحدة طولية خلف المدافعين كفيلة بوضعهم في انفراد تام. الكرات الثابتة. بسبب القامات الطويلة للاعبين كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو ونيكولاس جاكسون، تمثل الركنيات والضربات الحرة المباشرة نصف هدف للسنغال. هذا يتطلب من الدفاع المغربي تركيزاً ذهنياً مضاعفاً. ثالثاً، نقاط الضعف. كيف يفكك الركراكي شفرتهم؟ البطء في بناء اللعب تحت الضغط العالي. إذا قام المنتخب المغربي بتطبيق الضغط العالي هاي بريس على قلبي الدفاع السنغالي، فإنهم غالباً ما يلجؤون للتشتيت الكرة بشكل عشوائي، مما يفقد ماني وسار ميزة الاستلام في وضعيات مريحة. المساحات خلف الأظهرة. بسبب اندفاع أظهرة السنغال للمساندة الهجومية، تظهر أحياناً مساحات شاسعة خلفهم. هنا تكمن فرصة أشرف حكيمي وعبد الصمد الزلزلي أو سفيان رحيمي لاستغلال تلك الثغرات في المرتدات الخاطفة. الارتباك أمام المهارات الفردية القصيرة. المدافع السنغالي قوي بدنياً، لكنه قد يعاني أمام اللاعب المراوغ الذي يغير اتجاهه بسرعة في مساحات ضيقة مثل إبراهيم دياز. المراوغات السريعة قد تجبر مدافعيهم على ارتكاب أخطاء داخل منطقة الجزاء أو الحصول على بطاقات ملونة مبكرة. عامل السن والجهد البدني. بعض ركائز المنتخب السنغالي تجاوزوا 30. في حال امتدت المباراة لأشواط إضافية، قد تميل الكفة للمنتخب المغربي الذي يمتلك دكة بدلاء شابة وحيوية قادرة على تغيير الرتم في الدقائق الأخيرة. رابعاً، مفاتيح حسم اللقب للمغرب. عزل ساديو ماني. ماني هو العقل المبدر والروح القتالية. وضعه تحت مراقبة لصيقة مان تو مان أو قريبة يقتل 50% من خطورة الهجوم السنغالي. معركة الوسط. الفوز بالصراعات الثنائية في وسط الملعب مع باب ماتار سار سيجبر السنغال على التراجع لمناطقهم. استغلال سلاح الجمهور. اللعب في المغرب هو اللاعب الرقم 12. الضغط الجمهوري المتواصل منذ الدقيقة الأولى قد يهز ثقة الحارس السنغالي ويؤدي إلى أخطاء غير متوقعة.
السنغال منتخب صعب المراس ولا يقبل الهزيمة بسهولة، يلعب بذكاء الصبار وقوة الأسد، لكن المنتخب المغربي الحالي يمتلك التنوع التكتيكي، القدرة على الاستحواذ أو اللعب على المرتدات، الذي يجعل السنغال في حيرة من أمرها. توقع المباراة ستكون مباراة قليلة الأهداف، تكتيكية بامتياز، تحسم بتفاصيل صغيرة، إما بلمحة مهارية من دياز أو بضربة رأسية من ركنة. الغلبة ستكون لمن يمتلك نفساً أطول وهدوء أعصاب أكبر.